مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. تابعوني أنا أم أحمد من قناة بسكوت يوميات السفلي أم أحمد. بنعمل منه هلبة حاجات من الحلويات. بنعمل منه مالح وحلو. كان بتبي مالح ما تحطيش السكر. أنا حطيت 250 جرام زبدة، حطيت عليهم 125 جرام سكر. الزبدة تكون من برا التلاجة. حطيت عليهم شوية نص كوب زيت وزوز دحيات مع فانيليا. الدحيات متوسطات، مش كبار ومش صغار. وضربتهم توا العجينة تضرب، وهني جمعت المواد اليابسة. حطيت 4 كوبايات ونص فرينة. حطيت لهم معلقتين كبار كاكاو، كوب شاي معبي بالنشا، وكيس بيكنج باودر. خلطتهم بعضهم. حطيت كاشيك نسكافيه يعزز الطعم. تقعد العجينة ناعمة وطرية وما تلزقش في اليد. درت منهم الويزة اللي هي الجوزية، ودرت عجينة تانية ما صورتهاش، درت منها بالأبيض من غير كاكاو ولا شوكولاتة. حمصت شوية كنافة مع شوية سمن وهرستهم بيدي هيك. حمصتهم في الفرن مش فوق الغاز. درت من العجينة سليلة وبسكوت مدور على شكل وردة. هنا الكنافة اللي حمصتها بندير لها شوكولاتة البستاكيو، شوكولاتة مخلطة بالبستاكيو، كريمة البستاكيو. وضربت شانتيه، كوب شانتيه بودرة مع كوب حليب لين يبدأ هيك جامد. وبديت نخلط في الحشوات. حطيت في السليلة حشوة الكنافة الكنافة بالشوكولاتة والبستاكيو. حطيت عليها كريم شانتيه. حطيت في الوزة شوكولاتة ولزقتهم في بعضهم. حطيت جوز. هني البسكوت درت في وسط شوكولاتة ولزقتها في بعضها كلها على السريع على السريع كذا شكل هيك، وجنينات وزاكية مع طاسة قهوة مع كوباية شاي. ما شاء الله حلو. هذا النوع اللي درته من غير كاكاو. كملت الحشوة بس حطيت له لوز مرحة. هو يا ريت تجربوا هالطريقة، وإن شاء الله يا رب تطلع لكم خير مني، وديروا لي إشارة نشوف خدمتكم. طبعا أنا نصور بيد ونخدم بيد. بعد لا تكون طاحت. حطيت لها اللوز واستمريت هيك لين كملت الكمية. طبعا ما شاء الله داروا كمية كبيرة. هنا درت لهم شوكولاتة مع البستاكيو. وانتم فننوا اكيد، انتم احسن منا، قاعدين صغار وشاطرين. ما تنسوش تديروا لي لايك للفيديو، اشتراك للقناة للي يشوفها اول مرة. تابعوني، عندي صفحة اجمل الاكلات العربية على الفيس. يا ريت تلقوها في الباي الرابط متاعها. هيك كانت الوز منظرها، هيك كانت السفرة متاعنا جنب القهوة. درت منهم سفرة وما شاء الله داروا كمية. طبعا مش